السلام عليكم، مرحبا بكم في شيوات سكرة. اليوم غنقدم لكم ميني كيك كيجيو هشاش ورطبين وزوينين. ما تنساوش تضغطوا على ابوني وتفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد. غادي نحتاجو جوج ديال البيضات، غنحتاجو كاس لاروب ديال السنيده، وغادي نخلط هاد المكونات مع بعضياتهم كالطره بالعادي. غنحتاج ياغورت بنكهه الفاني. خلطنا المكونات وغنضيف نص كاس تاع الزيت. هنا عندي نص كاس ديال الزيت. هنا انا راه ضفت جوج خمارات اللي غنغربل دابا. هنا فاش ضفت جوج خمارات قبل ما نضيف فرص غنضيف واحد المعلقه ديال الخل. هنا درت كاس ونص ديال الفورص حيت انا عندي غير جوج بيضات، غنضيفو كاس ونص. كتدخلوا الخليط مزيان مع بعضياتو، كتحصلوا بحال هاد القوام هكا خاطر كاس ونص، يعني متعقدوش بزاف. كيكه كتجي بحال هكا. درت كاس ونص ديال الفورص، تقدروا ديروا غير كاس وشي حاجه ديال الفورص على حساب كانوا بيضات صغار. وغنشدوا لي مول ديالنا هادو انديفيديال او الصغيورين، غادي ندهنهم بالزبده ونرش عليهم الدقيق وغنحط فيهم الخليط ديالي. غناخذ واحد 4 المعالق كبار ديال الخليط، غنزيد فيهم واحد ساشي ديال الكاكاو وغادي نخلطهم. غنديرهم في واحد البلاستيكه، غادي نشقبها تقبه وحده وغادي ندورها بشكل حلزوني، وغندخلو الفرن. هادو راه شي يطيبوا بالزربه، يعني 10-15 دقيقه على حساب الفرن ديالكم. كيجيو هشاش ورطبين. ها هما انا دخلتهم غير في هاد الشبيكه ديال الفران، هما طابوا بزاف باش يطيبوا 10-15 دقيقه. كيجيو هشاش. كندهنهم بالكوفيتير اولا الناباج، وكنرش عليهم الكاوكاو مهرمش. يعني التزيين تيبقى اختياري، انا قلت لكم غير الطريقه باش زينت انايا. بالصحه والراحه. ما تنساوش تضغطوا على ابوني وتخليو كومونتير. شكرا.